عمرك حسيتي إن روحك بتنسحب منك في ثانية واحدة؟ وإن أسعد يوم في حياتك ممكن يتقلب لكابوس أسود؟ أنا نور، بنت مصرية عادية جدا، عايشة حياة بسيطة. طول عمري بحلم أسافر وألف الدنيا، وأخيرا الحلم اتحقق لما بابا الراجل الطيب اللي شغال موظف بسيط جات له فرصة سفر لميلانو في إيطاليا، وقرر ياخدني معاه. كنت طايرة من الفرحة، بحضر الشنط وبرسم في خيالي شوارع إيطاليا والمباني القديمة، بس يا ريتني ما سافرت ولا شفت اليوم ده أبدا. وصلنا المطار وكنا تايهين ومبسوطين في نفس الوقت. ركبنا تاكسي عشان يوصلنا للفندق، بس من اللحظة الأولى حسيت إن السواق بيبصلنا في المراية بنظرات غريبة كلها طمع وقسوة. ولما وصلنا قدام الفندق في شارع ضلمة شوية، طلب مبلغ خيالي، رقم مبالغ فيه جدا. بابا اعترض وحاول يفهمه بالإنجليزي المكسر إن ده نصب صريح. وفجأة السواق فقد أعصابه، نزل من العربية زي المجنون وعينيه كلها شر، شد بابا من هدومه ورماه على الأرض بكل وحشية وقوة. أنا صرخت من جوه قلبي، كنت بترعش وأنا شايفة سندي في الدنيا بيتهان قدام عيني في بلد غريبة ومحدش بيرحمه. جريت عليه عشان أساعده، بس السواق زقني ورفع إيده الضخمة عشان يضربني أنا كمان. غمضت عيني بقوة واستنيت الضربة توجعني، بس الغريبة إن مفيش حاجة حصلت. فتحت عيني ولقيت قدامي شاب طويل عريض، ملامحه مصرية صميمة، بس عينيه كانت بتطق شرار، وماسك ايد السواق الإيطالي كأنها حتة عجينة في ايده. الراجل اللي ظهر من العدم ده ما كانش إنسان طبيعي أبدا، ملامحه كانت ميكس غريب بين الوسامة الشديدة والرعب اللي يخلي الدم يهرب من عروقك. بص للسواق الإيطالي الضخم وبحركة واحدة سريعة لوى دراعه ورماه على الأرض كأنه بيرمي حتة خشب. السواق الضخم اللي كان عامل فيها وحش قام يجري على عربيته وهرب زي الجبان من غير ما ينطق حرف. الشاب ده لف وبصلنا، وفي اللحظة دي حسيت إن الزمن وقف حرفيا، ووطى على بابا وقومه من الأرض بمنتهى الحنية. وبعدين بصلي، نظرته اخترقت روحي، حسيت إن قلبي هيقف من كتر الدق. توقعت إنه يتكلم إيطالي أو حتى إنجليزي، بس لقيته بيقول بلهجة مصرية قاهرية أصيلة وبصوت هادي جدا: انتوا كويسين؟ الكلمة رنت في ودني كأنها مزيكا في وسط الدوشة. سألته وأنا لسه في صدمتي وبترعش من الخوف: انت مين؟ ابتسم ابتسامة خفيفة مريحة ومرعبة في نفس الوقت وقال: أنا مجرد واحد بيكره الظلم. وصلنا لحد باب الفندق، ولما لفينا عشان نشكره كان اختفى، داب في الزحمة كأنه شبح. طلعت الأوضة وأنا مش قادرة أشيله من تفكيري، صورته محفورة في عقلي ونبرة صوته بتتردد في ودني لحد ما نمت من التعب والإرهاق. وتاني يوم الصبح الباب خبط خبطة خفيفة، فتحت ما لقيتش حد، بس لقيت صندوق اسود صغير متغلف مرمي على الأرض. قلبي اتقبض واخدت الصندوق ودخلت وفتحته ببطء. لقيت جواه تليفون قديم شاشته بتطفي وتنور، وفجأة التليفون رن بصوت عالي. رديت وايديا بتترعش كأني ماسكة جمرة نار، وسمعت صوته. أيوة، صوته هو. التليفون كان على ودني وايديا بتتلج من الرعب. صوته المرة دي ما كانش هادي أبدا، كان حاسم ومرعب، وقال: أبوكي في خطر، في ناس تبع السواق مراقبين الفندق، دول مش مجرد بلطجية، انزلي حالا من السلم الخلفي من غير ما أي مخلوق يحس بيكم. كلمت السكة وحسيت إن الأرض بتلف بيا والدنيا بتسود في عيني. معقول السفرية اللي حلمت بيها طول عمري اتقلبت كابوس بالشكل ده؟ جريت صحيت بابا وقلت له واحنا بنترعش إننا لازم نهرب حالا. أخدنا باسبوراتنا بس وسيبنا كل حاجة ونزلنا نجري على السلم الخلفي للفندق، وقلبي كان هيقف من الخوف. أول ما فتحت الباب للشارع الضلمة لقيت عربية سودة بتفرمل قدامنا بقوة. الباب اتفتح ولقيته هو نفس الشاب المصري بتاع امبارح، صرخ فينا نركب بسرعة وركبنا من غير ما نفكر لحظة. العربية طارت بينا في شوارع ميلانو الضيقة وهو مركز في الطريق كأنه محترف، وبيقول لنا إن السواق ده تبع عصابة كبيرة بتخطف السياح وإحنا للأسف بقينا هدفهم. بصيت له والخوف مالي كل حتة فيا، بس في نفس الوقت وجوده كان مطمني كأنه درع حميني من الدنيا كلها. سألته بصوت واطي: انت بتعمل كل ده ليه؟ وبتعرض حياتك للخطر ليه عشاننا؟ بصلي في المراية والمرة دي نظرته كانت أدفى وأحن من المرات اللي فاتت، وقال: عشان ما انكرش إني من ساعة ما شفتك وأنا مش قادر أسيبك تتأذي. قدر بمهارة يوصلنا للسفارة ويرتب لنا سفرنا للقاهرة في نفس اليوم، وقبل ما نركب الطيارة مسك إيدي ثانية واحدة وبص في عيني وقال: هنتقابل تاني في القاهرة، ده وعد. رجعت مصر ورجعت لحياتي العادية، بس قلبي لسه هناك محبوس مع الغريب اللي أنقذ حياتي.